أهلا وسهلا. اهلا بمها. أهلا فيك. كيفك يا أمي؟ اهلا. الحمد لله. تفضلي تفضلي مها، تفضلي. مها من سوريا. نعم. من الشام. من دمشق. من دمشق. أيوة. عائلة الصفراوي. يا اهلا وسهلا. أهلا فيك. مها، انت محجبة هلا؟ منقب. ما كنت محجبة لا بالشام؟ كنت سبور. مها كانت ست جميلة وهيك مهتمة بجمالها. تزوجت رجل اسمه محمد خضر، رجل أعمال. كانت حياتهم كتير حلوة وسعيدة، وخلفوا بنت ليلى. ليلى. ولكن شاءت الأقدار أنه زوجها محمد تتعثر أموره ويخسر بأعماله، وتقريبا يوشك على الإفلاس. الست مها يمكن متطلبة كانت في ذلك الوقت بجمالها، باهتماماتها الشخصية، بغيره. يعني رفضت هذا الواقع. تخانقت مع زوجها وتركته. تركت له البنت، وراحت تزوجت مع واحد آخر كان ثري وقتها. صح. شيء. بعدين لها 18 سنة هالمسألة. صح. زوجها محمد بعد ما اتطلقوا أخذ بنته وراح على فرنسا، واشتغل بفرنسا، ورجع بنى نفسه من جديد، ورجع صار عنده رجل أعمال، ورجع أعماله ماشي. هلأ مها طلقت من زوجها الثاني، رجعوا على مصر. اجى بالأول محمد وبنته، رجعت لحقتهم مها عم بتحاول انه بركي بترجع بترمم الماضي، بركي بترجع لزوجها القديم الاول، بترجع لبنتها ليلى. بنتك ليلى مزوجه؟ متزوجت بالشام. مزوجة. وين موجوده هلا؟ لا دلوقتي مع ابوها بمصر هنا. مع ابوها بمصر. نعم. و بعدها مزوجه يعني بنتك ليلى؟ قديش لها مزوجه؟ والله انا ما بعرف لانه لهلا ما شفتها، ما بعرفها. ما بتعرفي؟ لا ما بتعرفي. يا ستي انت مشكلتك مشكله، يعني بعد 18 سنه وبعد زواج مع رجل اخر وهلا جاي. لانه هو بعد ما تم الانفصال تقريبا بشهرين دغري اخذها وطلع فرنسا. فهمت. بس انه هذا صار كله وراح العمر ومرق 17. قديش مرق؟ 18 سنه. هو 15 سنه ما نزل بالمره، لدلوقتي ايه؟ عرفت انه نزل. ايه. انت عندك اولاد شيء من زوجك الثاني؟ جبت طفل بس. ايه موجود؟ ايه معي. قديش عمره؟ تقريبا شي 13 سنه. معك ولا مع ابوه؟ لا معي. وابوه وين الثاني؟ والله بعد ما انفصلنا ما عاد يعني عرفت، بس تقريبا بمصر. وبيهتم بابنه؟ كل فتره وفتره يعني بيشوفه كذا وبس. بيشوفه. طيب انت بتلاقيها منطقيه هيك انك تحاولي ترجعي لزوجك الاول محمد؟ يعني معقول يتقبل هالشيء؟ انا اللي بيهمني اكثر شيء انه يسامحني بس. مش انه والله بدك ترجعي او شيء. لا بس انه طيب. ارتاح من عذاب الضمير وبس يسمح لي يشوف بنتي يعني. هو مش عم تشوفي بنتي؟ لا ما بعرفها. قديش الك ما شفتيها؟ تقريبا كان عمرها شهرين. من شهرين؟ يعني اذا التقيتي فيها بالطريق ما بتعرفيها؟ لا. مش قليله. طيب بها 18 سنه ما حاولتي زوجك الثاني، ما حاولتوا انه تشوفي بنتك؟ كان بفرنسا. وانت ما صار لك تروحي على فرنسا مثلا تشوفيها؟ انا بالاحداث طلعت على مصر. بالاحداث. والله يا مها رح احاول انا. وجهنا له الدعوه لمحمد. محمد خضر. خلينا نشوف محمد اذا وافق انه يجي ولا لا. احنا النهارده رايحين اكتوبر عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذ محمد خضر. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك استاذ محمد خضر؟
ايوه عندك 48 سنة وبتشتغل مهندس ديكور، مظبوط؟ بالضبط. طيب أنا أسماء سعيد من برنامج أستاذ جورج قرداحي. اهلا يوصل وسهلا. لحضرتك دعوة لحضور البرنامج معنا. ده برنامج المسامح كريم؟ أيوه مظبوط، مسامح كريم. انا عارفه. في حد معين بعت لي الدعوه؟ هو أنا بصراحة مهمتي إن أنا أوصل لحضرتك الدعوة، يعني ما عنديش معلومات أقولها لك أكتر من كده. خلاص ماشي، ما فيش مشاكل، ان شاء الله قبلت الدعوه قبلتها؟ باذن الله. إن شاء الله. أستاذ جورج، أستاذ محمد قبل الدعوة وجاي إن شاء الله. باي. باي. مها من سوريا بعد 18 سنة طلاق راجعة إلى برنامج المسامح كريم حتى تحاول تسترجع العلاقة بينها وبين زوجها الأول، لأنه مها بعد ما اتطلقت من زوجها الأول محمد خضر تزوجت واحد تاني، ولكن رجع طلقها في 18 سنة. بقى سمعنا كل الرواية قبل الفاصل. محمد أصبح في الخارج ناطر إشارة منا، خليه يتفضل محمد. اهلا محمد، كيفك حبيبي؟ الشرف الي، الله يخليك. تفضل محمد. شكرا. فورا عرفت انه المسامح كريم. طبعا عارفه البرنامج طبعا انت؟ طبعا عارفه. الله يخليك. قديش لك بمصر خي محمد؟ حوالي سنه. بس جيت من فرنسا مباشرة ولا رحت على سوريا بالاول؟ لا، جيت مباشره لهون. مباشرة. كنت عايش بفرنسا؟ انا عايش بفرنسا وعشت بانجلترا وعشت بالسويد. باوروبا يعني. بأوروبا. ايه، وكيف امورك حبيبي؟ طمني. الحمد لله هلا احسن. شو بتشتغل حضرتك؟ مهندس ديكور. مهندس ديكور. واشتغلت بالخارج؟ طبعا اشتغلت. بتعرف بالبدايه في صعوبات. نعم. بعدين نعم. حسب ما تاقلم الواحد بالجو. نعم. مشي الحال بعدين. ما عم بتروح على الشام؟ لا ابدا، من لك فتره زمان. طويله. لك فترة طويلة يمكن. يعني شيء 17 سنه. 17 سنة. نعم. ايه، يا اهلا وسهلا فيك. كيف وضعك العائلي؟ عندك اولاد؟ عندي بنت. عندك بنت؟ شو عمرها ما شاء الله؟ هلا عمرها صار 19 سنه. 19. اها، يا اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بتعرف انت المسامح كريم بيكون في شخص طلب مني انه ادعو شخص اخر. طبعا. بتكون انت يعني بيكون بده يشوف شخص بيعز عليه، بقى بيتوسط معنا، نحن بنكون الواسطة، وان شاء الله تكون واسطة خير. ان شاء الله. ان شاء الله. بدك تعرف مين دعاك؟ لحد الان ما بعرف. بس بدك تعرف؟ طبعا. حابب تعرف؟ لازم اعرف. لازم تعرف. تفضل طلع بهالشاشة. عرفتها. ست منقبة بتعرفها؟ عرفتها طبعا. مين هي؟ هي طليقتي، اجتني هون وقت جيت مصر. اجت على مصر بعد ما انت جيت. زوجتك كانت قبلي، كانت بعدي ما بعرف. بس المهم اجت مشان موضوع بنتها. ويعني محاولة تعمل صلح وكذا. ايوه صحيح. يعني ضاقت بها السبل. قال بركي برنامج المسامح كريم بيقدر يكون هيك بادرة خير، بركي انا فيني مون عليك مثلا. والله على عيني وراسي انت والجميع كل الحاضرين، بس بفضل تسمع جزء من قصتي وبعدين بتقرر بقدر سامح انا ولا لا. تفضل. انا سمعت روايتها وعرفتها، بس بحب اسمع الروايه منك. ماشي. يعني احكي لك اياها بموجز، هي طويله. ايه نعم، لا بموجز حبيبي. نعم. من بدايه ما تزوجت انا، زواج تقليدي، خطبه وكذا عادي. اكيد. فتم الزواج. تعرف زواج تقليدي بيبقى ما في خلطه وعشره وفتره خطبه طويله وكذا، ما في يعني بتعرفها من الداخل او كذا او كيف تفكر. فتره حوالي 6 شهور كذا كانت يعني عاديه. بعد ال6 شهور بلشت بقى تبين امور ماديه، طمع وكذا. طمع مادي. ايه. متطلبه المدام. اعطيها كل شيء من غير سؤال، حتى تنزل صديقي عنده صاغه تشتري الذهب إلى ولأمها كمان، ما عندي مشكله. كان عندي الله الحمد لله ساترها معي. نعم. وموجود.
بشتري ما الا اي شيء. صارت بعد فتره تطلب مبالغ كبيره كذا، وحتى صارت تاخذ من البيت يعني من غير ما تقلي، كمان ما في مشكله بين الرجل والمراه، شغله الماده عادي. صارت تطلع من البيت مره عمتها مره خالتها كذا، هي وما اعرف وين انا هي منسيه بجمالها كانت؟ كثير. ايه وكانت غير هيك كمان، هلا هي شوي العمر طبعا سمناني شوي وكذا. اوكي. فكل شغلات الامور الماديه كنت بطلع عليها انا، بس هي بداخليتها من اساس الزواج كانت حاططها زواج لمصلحه ماديه بس مو اكثر. انا هي الناحيه كنت ماني مكتشفه فيها يعني. نعم. فصارت تروح مثلا تغيب عند عمتها وعند خالتها وكذا، وانا بشغلي ارجع ملاقيها بالبيت، احيانا تنام عند قرايبينا من غير ما تستشيرني. نعم. يعني شغلات صغيره تراكمت ودت لمشاكل، قمت انا انفصلت عنها. الفتره اللي انفصلت عنها كان في بنت حامل. نعم. فولدت البنت، اعطتني اياها كان عمرها 7 ساعات مو 7 ايام. 7 ساعات؟ يعني فور شيء انه ولدت البنت اعطتك اياها. ليه؟ برأيك ليه؟ هي كان بخيلتها يعني انه تضغط علي او شيء، ممكن مشان رجاء، ممكن هيك قالوا لي الناس، انا والعائله اجتمعوا عائلتها وعائلتي عملوا صلح، رجعوا مع كل شيء صار. رجعت راجعتها. بالفتره اللي رجعتها اياها كمان صار حمل، بعد 6 شهور 7 شهور صار حمل ببنت ثانيه. رجعت لقصتها الاولانيه واكثر. حتى بالاخير انا كنت هيك عندي شويه مصاري بشتغل لسفارات وكذا وهي وبالخليج. فعندي $800,000 بالبيت حاططهم بالخزنه. قديش؟ الخزنه مع $800,000. $800,000؟ دولار وي حاططهم عندي بالبيت. فاخذتهم ومشيت وما عرفت وين. قمت انا وكلت محامي وطلقتها غيابي. عرفت كيف؟ فالفتره هي اللي صار فيها الطلاق وكذا، صارت بدها تعطيني الاولاد تخلص منهم، لانه وقت راحت اخذتهم معهم. ما قدرت اتركهم بالبيت لوحدهم. فشو عملت؟ صارت تصور لي الاولاد، تبعت لي صورهم وعيون مخزقه وكذا وعم تشحد عليهم. صورتهم وبعثت لي الصور. وبعدين من على اثرها انا كرهت البلد ونساء البلد كلها تبع سوريا. حملت حالي وطلعت سافرت على السويد. عشت هنيك فتره وعملت شغل وعملت مطعم لبني سيري، وبعدين نزلت على فرنسا، غيرت البلد ونزلت على فرنسا وعشت فيها. بالفتره اللي عشت فيها بتعرف واحد معه طفله صغيره. بس اخذت الطفله معك. ايه الطفله بس البنت الثانيه وينها؟ ما هي القصه اللي الكل ممكن ما يسامحوها، مو بس انا عليها. طفله صغيره بالفتره اللي اخذتها حطيتها عندي انا. حتى اهلي اللي هن اهلي حاولوا يضغطوا علي مشان رجعها على اساس انه صلح وكذا. فحطيت عند مربيه انا. المربيه صارت تعمل المعامله مو منيحه، اجي لاقيهم وسخين الاولاد وعم ياكلوا من الارض وكذا. غيرتها، طلعت ثاني على اسوء. حطيتها عند وحده ثالثه كمان غيرتها. اخر فتره هلا عم تحكي انت عن ليلى؟ عن ليلى وبنت اسمها ياسمين ثاني. ياسمين، وينها ياسمين هلا؟ ما جايك بالحديث عنها، هي القصه كيف صارت. ايه. فبعدين شفت اختي انا عرفت بالموضوع وكذا، تاثرت وبكيت، قالت لي جيبهم بدي احطها مع اولادي. حطيتها فتره مع اولادها للبنتين، للكبيره والصغيره. بعدين الناس هيك كلموا اهلي وكذا، والدتي جابتهم حطتهم عندها. فبالفتره اللي جابتهم حطتهم كانت فتره صغيره حوالي 2-3 شهور. بالشهرين هدول البنت الصغيره نايمه ما فيها شيء، صار عندها نقص بالترويه بالدماغ. نعم. فصار عندها مثل كوما، القلب شغال والجسم كله ميت. كوما حرام. بالضبط. اخذتها على المشفى انا وحطيتها بالمشفى بالعنايه المشدده. بقيت فتره حوالي 6 ساعات وتوفت البنت. كان عمرها 1.5 سنة. 1.5 سنة. فهون وقت اللي توفت بتعرف يقولوا انه لازم امها تيجي تشوفها وكذا واخر نظره فراح اخي الكبير بده يشوفها، يعني له تعي شوفي بنتك وكذا. تخيل ما حابه تيجي تشوف بنتها حتى. بالاخير خجل من الناس، اجت بدها تشوف بنتها. كانت تزوجت ولا بعد؟ ما بعرف، لانه انا بعد هي الفتره ما قطعت علاقتي فيها نهائيا، لا تليفون ولا اي شيء. فاجت فاتت على البيت، تعرف في عزا ولسه البنت عم بيرسلوها يعني. فاتت نظرة على بنتها ما باستها ولا طلع، عملت هيك بس، طلعت هيك كانت البنت الثانية قدامها. قالت ان شاء الله بتموت البنت الثانية وبتلحقها. هي بشر هي. يعني كيف بدك تتخيل انا قدر سامح هيك انساني؟ نعم. لا
هي ناحيه، هي ناحيه. الناحيه الثانيه، انا العذاب اللي تعذبته بتربايه بنتي بالغربه لوحدي ما حدا تعذبه، انا اللي عشته. بتعرف الرجل الشرقي بيبقى خصوصي بدول لما اخذت اوروبيه. معك على السويد قديش كان عمرها؟ كانت حوالي شي سنتين عمرها. سنتين بعد سنتين طفله عمرها، يعني. اقل حتى سنه و8 شهور كان عمرها. نعم. فتعذبت كثير. وبتعرف نحن الشرقيين لا بنعرف نطبخ ولا نغسل ولا كذا. اضطريت كمان حتى عند مربيات وكذا وهي لفتره. يعني عملت لها ام واب. بالضبط. بعدين وقفت شغلي كذا مشان بنتي. نعم. قعدت معها فتره. وبتعرف الواحد بيصرف على نفسه وكذا ما بيقدر يقعد من غير شغل. صرت احيانا اخذها معي على الشغل وقت تكون ما عندها مدرسه او الحضانه. بتعرف الطفل يوم مريض، يوم بده دواء، بدك تغير له، بدك تغسل له، بدك تكوي له، على الرجل مو شيء سهل. فتعلمت الامور كلها مثل ما بتقول، عملت اتحاد نسائي. تعلمت الطبخ والغسيل والكوي كرمال طفلتي. يا ابو ليلى، وتزوجت شيء انت بهالفتره؟ لا ما تزوجت. هالصدمه هي منعتني من كرست وقتك لبنتك، لتربيه بنتك. طبعا. طيب يا سيدي، فهمنا قصتك هلا، لانه ما بدنا نطول اكثر من هيك. طبعا. وصرنا حكينا يعني في جانب ما كنا نعرفه خبرتنا عنه انت. بقى هيدي الست اجت، نحن طبعا مثل كل هالناس اللي بيطلبوا انه يجوا على المسامح كريم ويحاولوا يحلوا مشكلتهم. عندها مشكله انه مش عم بتشوف بنتها. بعثت لك مكتوب، بس بقرا لك اياه بالاول لتشوف شو بدها، بعدين بنخليها تحكي وبعدين انت بتقرر. يعني مش خلص، ما القصه عمرها 18 سنه طبعا. وهي تزوجت، ما بعرف اذا معك خبر، هي تزوجت بغيبتك يعني. تزوجت واحد وعندها منه ولد، عندها منه صبي عمره 10 سنين هلا، ورجع طلقها. على كل حال بتقول لك: ابو ابنتي محمد، اعرف انك لا ترغب في رؤيتي ومعك حق، لكن بحق الحب الذي كان بيننا اسالك ان تمنحني فرصه. كنت مهووسه بنفسي وظلمتك، وان كنت في الحقيقه قد ظلمت نفسي قبل ان اظلمك. تخليت عن زوج تتمناه كل امراه، وتخليت عن ابنتي ومشيت خلف طمعي وجمالي، لكن الدنيا بعدك اعطتني درسا لا ينسى. اعترف ان خطئي كان فادحا، لكن لا يوجد خطأ في الدنيا لا يمكن اصلاحه. وان كنت حرمت نفسي من ليلى، فلا تخطئ انت وتحرمها من امها اليوم. انا اعترف بذنبي الكبير امام الناس جميعا. حقيقه قدام الناس عم تعترف بذنبها. وارجوك ان ترحمني من عذاب الضمير، هيك قالت لي، وان تكون اكرم مني وتسامحني، والمسامح كريم. يعني هي ما بدها شيء منك، مش انه بدها ترجع، بس هي بدها اياك تسامحها، ولانه تخليها ترجع تشوف بنتها، لانه البنت صار عمرها 20 سنه، هي شايفتها لما كان عمرها 3 شهور. يعني اذا شافتها ما بتعرفها، ما بتعرفها. خلينا هلا سمعتك انا، خليها هي تحكي. يا بس عفوا مها، اذا بتريد قبل هيك، هذا مو بس رايي، انا بنتي صارت كبيره وواعيه. نعم. وصارت حتى ام، تجوزت وعندها ولد كمان. نعم، عرفتي. فهي نفسها رافضه هي الفكره، مو بس انا. يا سيدي، هي بتبدا معك، هي طلبتك انت الاب انه اذا حبيت تسامحها، بعدين بتشوف يعني ممكن تحكي انت مع البنت بعدين. بس مها خليها تحكي. تفضل يا ست مها، علي صوتك بس شوي. كيفك يا محمد؟ من الله بخير. بخير، علي صوتك. أنا بعتذر قدام العالم كلها، وأنا غلطت بحقك وغلطت بحقي، بس أنت بتعرف إنه كانت شخصيتي قدام والدتي كتير ضعيفة، وهي اللي كانت مسيطرة علي أكثر ما أنا سيطر على نفسي. وأنا ما بدي شيء منك، لا إنه أرجع ولا شيء، أنا اللي بيهمني بس شوف البنت وتسامحني، بس مشان ارتاح من عذاب الضمير بس. هلا انا بقول لك شو الوضع. الست لقت حالها وحده، وشافت حالها انه في عندها بنت صبيه ما بتعرفها، وانت ماسك هالبنت عنها ما عم تخليها تشوفها. هل انه قلبك كبير بيسمح انه تخليها اول شيء تسامحها، ثاني شيء تريحها من عذاب الضمير، وثالث شيء ترجع تشوف بنتها؟ ما رح نقول لك ترجعوا لبعض، لانه مرق العمر، يعني ما بعرف انت شو هذا شيء مستحيل. هذا مستحيل. اوكي. والشغله الثانيه، هذا القرار انسان اللي عاش اللي انا عشته
يعني شبه مستحيل انه يسامح بهيك شغله. انا كل يوم قضيته بالغربه، تربيت بنتي بعمرها كله لها. نعم. بعمرها كله. نعم. انا رجل، بنتي وقت تمرض انا ببكي عليها للان. بنتي اذا بتمرض ببكي عليها رجل. كيف مرض؟ تولد بنت بكبها هيك. فانا سامحها ما بقدر. بنتي على فكره مجرد جيب لها سيرتها بيجيها جريزه، يعني بتجي بتصوت بالارض. بنتي تكرهها كره لا يوصف. انا ما كرهتها فيها والله، شاهد علي. بس هي عرفت لوحده بس كبرت عرفت انه شلون انا وجاني ولد ما بقدر اقعد يوم بلا ابني. كيف امي كبتني فريد، قالت لي فريد انت سيء بابا. كيف هي تربيك ترميني انا طفله هيك، وبتكون سبب هي بموت اختي وما بتجي بتشوفها بتقول هالكلام عني. وهذا الكلام انا ما قلت لها اياه على فكره. نزلت زياره على سوريا، عماتها وكذا حكوا لها الحقيقه. حكوا لها. انا ما حكيت لها شيء عن امها ابدا، لا منيحه ولا شو القصه وكيف تطلعنا ولا جبت لها سيره شيء. فانا بالنسبه لي اعذرني ما بقدر اسامح. ما زلنا بهالاستوديو محمد هون، فينا نتصل بليلى؟ فينا ناخذها مباشره تسمع شوي من جزء من الحوار؟ انا اعطيها حريتها كامله لبنتي. فينا نحكيها مباشره؟ ما عندي اي مشكله، انا بعرف شو مشاعرها وهي حره بهيك شغله. الو. الو السلام عليكم. السلام عليكم ليلى. علينا استاذ جورج. ايه جورج ارداحي معي، كيفك؟ الحمد لله ماشي. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. كيف هالزغطور؟ كيف جوزي؟ كيف عائلتك؟ كله الحمد لله والله كله تمام. الوالد منيح؟ الحمد لله تمام. ايه جيران انت وياه؟ نعم. جيران انت وياه؟ ايه جيران ايه. ايه ليلى، انا باستوديو اسمه المسامح، ببرنامج اسمه المسامح كريم، ونحن باستوديو حاليا. احذري مين في معنا. ايوه. معنا الوالد من جهه ومعنا الوالده من جهه ثانيه، الست مها. ايوه. بقى عم نحكي الوالده اجت لحتى تطلب السماح من الوالد بعد كل هالسنوات، بعد 18 سنه بقى، وبتقول هي حرام انه مشتاقه بدها تشوف بنتها. الوالد ابوكي محمد قال انا مش بايدي، هذا القرار بيرجع لليلى. بقى يا ليلى، ايوه. المسألة بين ايديكي، هل عندك استعداد تشوفيها لامك؟ والله يا استاذ جورج، انا امي بالنسبه لي ماتت يعني، ومالي لا اشوفها ولا اشوف غيرها. ما مانك حابه تشوفيها يعني؟ لا انا ما بدي اشوفها يا استاذ جورج، لانه ابي اتعذب كثير بحياته مشاني وهيك وضحى بحياته، وانا كان لازم يعني المفروض هي ما تتخلى عني. يعني حتى لو الرجال مثلا ما له منيح معه، الاولاد المفروض ما تتركون الام. لا ليلى اسمعيني ليلى، مش مطلوب حبيبتي تتخلي عن الوالد، بالعكس يعني مطلوب انك تشفي غليل والدتك اللي ما بتعرفك، اللي مش شايفه صورتك بعد، اللي من كان عمرك 3 اشهر لما ما عادت شافتك. يعني اذا التقيتوا بالطريق ما بتعرفي. مو هي حرمتني شوفتها صحيح. ابي يتعذب بسببها. صحيح. ابي يتعذب بسببها. انا ما حشوفها، لانه ابي حياته وضحى بحياته مشاني ورباني ولوحده. يعني الرجال صعب يعني برخ كمان. بس هو تارك لك ليكي، هو موجود هون، هو تارك لك كل الحريه انه خلي ليلى هي تقرر. انا ما عندي مانع، هو ما عنده مانع انه اذا حبيتي تشوفي امك ما عنده مانع. انا ما عندي مانع اني ما اشوفها، لانه ما بدي اشوفها انا. انت ما بدك تشوفيها. انا لانه ليك عمو ليك استاذ، لانه الوحده منا بنت محتاجه امها اكثر من ابوها. اكيد. اما ابي كان بالنسبه لي وابي، يعني ما تخلى عني، اعطاني الحنانين، حنان الاب وحنان الام. اما هي تخلت عني وتخلت عن، يعني الواحد لما يفتح الجروحات والله ما بدنا. نعم خلص انا ماتت بالنسبه لي يا استاذ. نعم. على كل حال يعني نحن حاولنا، لانه هيك حسينا انه بركي، لانه الوالد تركها الك المساله، قلنا نحن بركي انت بترجعي بتليني
وهيدا حقك، نحن ما فينا نضغط عليكي، انا ما فيني اضغط عليكي. صحيح انك انحرمتي من الوالده 18 سنه او 20 سنه، بس هل بدك تضلك محرومه منها طول العمر؟ لانه بعدها صبيه، بعدها ما ختيرت، بعدها عندها سنوات كثير قدامها، ممكن ترجع تعوض يمكن عن الماضي. حتى لو خترت، حتى لو صارت بنت ابن ما بدي اشوفها، ما حاعطيها فرصه بس ان تشوف شو شكل وش، لانه انا تأثر بحياته، وانا كمان انجرحت بحياتي كثير واتضايق وكل شيء وقت هذا. خلص انا امي ماتت بالنسبه لي، وذاتا انا بخيالي وقت ما كنت صغيره امي ماتت. اجي هلا امي عايشه، يعني تفاجئت وقت قلت لي امك موجوده وامك هذا، تفاجئت انه يعني هذه ما تواخذيني، ما يعني فكرنا بتكون مفاجاه يمكن ساره، بس ما كانت ساره. شو بدنا نعمل؟ حاولت انا من جهتي، حاولت. ما تواخذيني ليلى، بقول لك انا بتمنى لك كل التوفيق بحياتك. ديري بالك انت وجوزك، ديري بالك على جوزك وعلى ابنك وعلى ابوك. ان شاء الله اذا كان رجع قلبك حن، يعني امك موجوده في مصر، موجوده هون، فيك تلاقيها، فيك تحصليها وتشوفيها اذا حبيتي، فيك تخلي ابنك يشوفها او هي تشوف ابنك. ولا ابني، لا انا ولا ابني ولا حتى جوزي بدي اياه يشوفها. خلص ليلى، الله يوفقك، انا بتشكرك، اعذرينا انه اقتحمنا خصوصيتك ودخلنا واتصلنا فيكي. الى اللقاء على كل حال، وشكرا لك ليلى. شكرا لك استاذ، شكرا. يا ست مها، سمعتي الكلام؟ يعني طيب هي كانت شهرين طلعت على فرنسا، شلون احمد الله اللي سمعتي صوتها، احمدي الله. والله ليكي سمعتي كل الكلام، بس ما انتهى شيء. يعني مثل ما قلت لها انا، فيكم برا خارج الاستوديو ممكن يصير في تواصل، ممكن تقدري توصلي لحل معهم، تقدري تشوفي بنتك. انا عملت اللي علي، ما فيني اضغط اكثر من هيك، ما فيني اضغط اكثر من هيك. بدي اشكرك على دعوتك لنا، وسوري، بتاسف لك، لذلك ترجعي مثل ما كنتي. الله معك، شكرا جزيلا، الله معك. محمد، يعني كان بودنا انه يصير في هيك تسامح، ويصير في ما بدي اقول انه محبه، ولكن كبر قلب هيك، سعة قلب، سعة صدر. بتشكرك. انا بشكرك اكثر. واقتحمنا خصوصياتكم، بس شو بدنا نعمل؟ سلم لي على ليلى وعلى ابن ليلى وعلى صهرك. الله يسلمك. وشكرا. انا بشكرك. شكرا لك. الله معك، مع السلامه. مع السلامه. شكرا. تفضل. يعني قصة متعبة. أكيد الست حاملة أخطاء كثيرة على ظهرها، وإجت ما قدرنا نحل لها إياها، لأنه وكمان هو حامل بقلبه كثير من الألم مثل ما قال، وكثير من الحقد. أكيد في حقد، لأنه